ازيكم يا حلوين؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض المدلوقه. حلو سهل ويجنن وب3 مكونات بس رمضان. مش قادره اقولك جمال طعمها عامل ازاي. بصي، تجنن، خطيره مع الميكس ده، مدي طعم حكايه، وفعليا سهله وسريعه جدا. تقدري تتحكمي في الكميات على حسب هتعملي لكام فرد. حطي بقى طاسه على النار، انزلي فيها بكوبايه سكر، وطي عليها. اول ما يبدا يتكرمل وياخد اللون البني ده قلبيهم. تمام. وبعد كده انزلي عليهم بكوبايه ميه مغليه تدريجي، وايدك فيها قلبي لحد ما تتاكدي ان السكر كله داب. انزلي عليها بكوبايه من السميد. مقاديرنا: كوبايه سميد، كوبايه سكر، كوبايه ميه، بس كده. افضلي بقى قلبي ايدك فيها لحد ما هتلاقي السميد تقل معاكي بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. كده خلاص بقى جاهز. انقليه بقى في اي طبق او بايركس صغير، وانزلي عليه بقشطه. بصي بقى، انا زينت بشويه فستق. حابه تزيني باي نوع مكسرات انت حره زي ما تحبي. الوصفة خلاص كده جهزت معانا. المدلوقة رهيبة يا جماعة، تجنن، طعمها حلو جدا. عايزة تسميها بقى البسبوسة الكدابة، عايزة تسميها اي اسم زي ما تحبي، بس هي فعلا لازم تعمليها في رمضان وتجربيها. طعمها يجنن. بصي، ميكس الالوان، الفستق مع القشطة مع السميد. جربوا الوصفة دي واعملوا لي لايك وشير للفيديو، واعملي لي فولو لو لسه مش عاملين لي فولو. الف هنا وشفا.